في سنة 2011 وتحديدا في أحد المدن اليابانية مدينة مينامي سانريكو، كانت الموظفة ميكي إندو بتشتغل في حاجة اسمها أو مكان اسمه مركز إدارة أزمات الشاطئ. إيه مركز إدارة أزمات الشاطئ؟ مركز إدارة أزمات الشاطئ هو مبنى حكومي بيكون موجود على الشاطئ في المدينة. هو اللي بيقيس سرعة الرياح وبيقيس الأمطار، وهيقع في الوقت الفلاني عاصفة وهكذا. بتعرف الظواهر الجوية اللي هتيجي على المدينة. الآنسة ميكي كان عندها وقتها 27 سنة. كانت مخطوبة لواحد شاب. قصة حب يعني تتمنى لما تعرف تفاصيلها ان هي تنتهي بالجواز، يعني اتنين شباب بيحبوا بعض وقصة حب مستمرة بقالها سنتين. بس كان في مشكلة كبيرة في قصة الحب دي. ايه هي؟ هي المشكلة كانت عند ميكي من خطيبها، ان هو ما بيعترفش بغلطه، دايما بيكابر، دايما بيطلع رأيها غلط، دايما بيستصعب انه يقول انا اسف. زود كمان على كده انه كان شحيح في التعبير عن حبه، يعني ما بيقولش ان انا بحبك. في ناس تقول لك تمام عادي مش مشكله، ممكن افعاله تكون بتقول افعاله بتقول فعلا، بس برضه احيانا الواحد بيكون محتاج يسمع الكلمه زي ما بيشوف الفعل. فكانت دي المشكلتين الرئيسيتين اللي بين ميكي وبين خطيبها. عنده مشكله ثالثه كمان، ان هو كان لما يجوا يختلفوا او يتخاصموا انا اخليها زعلانه لغايه ما هي اللي تيجي تصالحني. تمام. وده برضو يرجع برضو قريب من النقطه الاولانيه بتاعت فكره الكبر في المصالحه، او في ان انا اقول ان انا اسف. يعني في سنه 2011 حصلت واحده من المشاكل دي، مشكله كبيره جدا جدا بينهم. بس الفرق في المره دي بالذات ان ميكي قررت انا مش هصالحك، انا ما غلطتش مش هصالحه، هنقعد متخاصمين ايه، اسبوع شهر مش مشكله. فعلا قعدوا متخاصمين لمده شهر، ما بيتكلموش خالص، ما فيش اي تواصل بينهم من اي نوع. في الفتره دي كان بدأ إعصار تسونامي ياخد في وشه كذا مدينة وكذا دولة في آسيا. وكان التوقعات كلها بتقول ان هو هيضرب المدينة اللي احنا بنتكلم عنها اللي فيها ميكي وفيها خطيبها خلال ايام. مواعيد عمل ميكي في المركز بتاع إدارة الأزمات من الساعة 8 الصبح للساعة 2 الظهر، 6 ساعات بالتمام والكمال. بس بسبب الظروف اللي بتاعة قرب هبوب إعصار تسونامي على المدينة، الاداره بتاعت المركز قررت ان هي تخلي عدد ساعات الشغل مفتوح، بقوا الموظفين يناموا ويباتوا نايمين قايمين صاحيين جوه المبنى، ما بيتحركوش من المبنى. خاف خطيب ميكي عليها وشاف ان دي فرصه ان هو يكلمها يصالحها يعني. فراح متصل بيها على الموبايل بتاعها وقال لها بصي مش عايز اتكلم في اي حاجه خالص فاتت، انا عايز اقول لك كلمتين، انا اسف وبحبك. ما قالش اكتر من كده. فالبنت يعني ما صدقتش نفسها، يعني ايه ده؟ الشخص الجامد اللي دايما بيطلع منه الكلمه بصعوبه بيقولها لي كده بسهوله. قال لها انا بحبك فعلا، وقعد يعتذر لها وكده وخلاص. قال لها الكلمتين دول، بعد كده اتصافوا، وبقت البنت لدرجه ان هي كانت بتطلع دباديب من عيونها يعني، وبتطلع قلوب من عيونها. وقعدت لفت على كل زمايلها اللي في المبنى بتاع اداره الازمات ده مكون من 3 ادوار، لدرجه ان هي لفت على ال3 ادوار كانت بتحكي لكل زمايلها عن المكالمه بتاعته كده، من كتر ما هي فرحانه جدا جدا بيها. ما يمرش 24 ساعه ويضرب اعصار تسونامي المدينه. وطبعا ما دام ضرب المدينه هيبدا بايه؟ هيبدا بمبنى اداره الازمات. ضرب المبنى. طبعا المبنى برضو من ضمن ادواره ان هم بيتكلموا في الميكروفونات عشان ينبهوا الناس بتوع المدينه اهربوا 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 اهربوا. وده كان دور من ضمن الادوار اللي بتعملها ميكي جوه المبنى. قوه الاعصار خلت المبنى عدد اللي بيشتغلوا فيه 30 تقريبا. قوه الاعصار خلت جزء كبير جدا منهم يطلع يهرب بره المبنى، واللي طلع فوق السطوح عشان يحتمي باي حاجه، واللي جري مش عارفين، واللي الاعصار وقعه من الشباك. فضلت ميكي متمسكه بالمكان اللي هي فيه. طبعا خطيبها هيموت من القلق عليها، راح متصل بيها بسبب تشويش الاشاره وتشويش الشبكه، الموبايل مش لاقط قوي، فهو سامع صوتها بس في خرفشه جامده بتاع. فبيقول لها اهربي اهربي يعني اهربي خلاص مفيش وقت اهربي. بتقول لا انا مش ههرب، انا هفضل موجوده وده عملي، وانا هفضل موجوده في عملي لغايه النهايه لغايه اخر لحظه. لازم انبه الناس ان هم يهربوا في الميكروفونات. طب ما خلاص، ما الناس عرفت، ما الناس شايفه حواليها المطر وشايفين الاعاصير وشايفين. لا انا هفضل في مكاني لغايه اخر لحظه. بالمناسبه صحيح، هي بتقول له كده بالمناسبه صحيح، انت كنت فعلا بتعني الكلمه اللي انت قلتها لي، انت فعلا بتحبني زي ما انا بحبك. قال لها هو ده وقته؟ ايوه بحبك يا مجنونه وبتاع. قال لها انا بحبه، اكد عليها الموضوع ان هو بيحبها تاني. قالت ما كنتش عايز اسمع اكتر من كده. واتقفل الخط واستمر الاعصار المدمر القاتل تسونامي ودمر المدينه بحالها. وطبعا ما دام دمر المدينه تقدر تفهم بسهوله هو عمل ايه في المبنى. خلص الاعصار او خلصت الموجه الاولى من الاعصار، بداوا يدوروا على ميكي. هنا 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 في الاخر خالص لقوها موجوده. جسمها
يعني موجود فيه اسياخ حديد بتاعه مبنى تاني، من كتر طارت من المبنى اللي هي بتشتغل فيه وراحت خابطه في اسياخ بتاعه مبنى تاني كان بعد المبنى اللي هي فيه. والغريب ان هم لاحظوا على وشها ابتسامه كمان وهي متوفيه وهي ميته يعني. لغايه النهارده من 2011 موجود نصب تذكاري عند القبر بتاع ميكي اندو اليابانيه، باعتبارها واحده من الناس اللي اخلصوا شغلهم لغايه اخر لحظه، وجزء تاني برضو باعتبارها واحده من اللي كلمه واحده سمعتها من خطيبها انا بحبك، وقد ما كان فيها من مشاعر خلتها لغايه اخر لحظه مبتسمه ولغايه اخر لحظه طايره من الفرحه. هو ده اللي بيحصل دايما لما بنيجي نبخل بكلمه حلوه على حد احنا بنحبه. كلمه حلوه تقولها لحد انت بتحبه ممكن بسببها يشيلك اطنان من الجبال فوق راسه ويمشي بيها وهو في قمه السعاده، وبكلمه سخيفه وبعدم تقدير وبعدم احترام تقوله لحد ما يطقش حتى يشيلك حبايه رمل. الكلمه يا بترفع لسابع سما يا بتخسف لسابع ارض. الكلام الحلو الكتير اللي بيتقال على قبور الناس اللي ماتت كان ممكن لو اتقال نصه ليهم اثناء حياتهم كان ممكن يفرق جدا في حياتهم، يفرق جدا في حالتهم النفسيه. الكلمه الحلوه يا بترفع لسابع سما يا بتخسف لسابع ارض.